هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 5 من يونيو. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، وضمن المتابعة التي تقوم بها إذاعة إرنا للأوضاع في إقليم جنوب البحر الأحمر، يقدم لكم الزميل أحمد شريف المقابلة التي أجراها مع الأستاذ الشفاء العافري حول الأوضاع في ذلك الإقليم. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، يقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. صحيفة حريات التركية تؤكد احتجاز 3 بحارة أتراك في إريتريا. رئيس وزراء السودان يتعهد بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة العامة إلى المحاكمة. مظاهرات في فرنسا للمطالبة بالعدالة لشاب أفريقي قتلته الشرطة الفرنسية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. أشارت صحيفة حريات التركية واسعة الانتشار بأن إريتريا تحتجز 3 بحارة أتراك. وقالت الصحيفة في خبر لها بأن البحارة ال3 والذين لم تحدد هوياتهم أو طبيعة عملهم قادروا المياه الإقليمية لجيبوتي متجهين نحو الشمال في طريق عودتهم إلى بلادهم بعد جولة بحرية حول العالم في ظروف جوية سيئة. وأن الصحيفة حصلت على معلومات من أسر البحارة بأنهم محتجزين في جزيرة دهلك بعد صعود مسلحين إريتريين إلى متن قاربهم واقتياده إلى البر الإريتري، وذلك بعد اتصال هذه الأسر بهؤلاء البحارة المفقودين منذ ما يزيد عن 5 أسابيع. وأشارت الصحيفة بأن البحارة اتصلوا بالسفارة التركية قبل احتجازهم طلبا للمساعدة، وبذل السفير التركي في أسمرة أيكوت كومبر أوغلو جهودا مع السلطات المحلية للتعرف على مكان احتجاز البحارة ال3، ولكنه لم يتوصل إلى شيء. كما قام وزير الخارجية التركي بإرسال رسالة إلى نظيره الإريتري حول الموضوع، لكنه لم يستلم أي رد بهذا الخصوص كما قالت الصحيفة. على صعيد مماثل، كانت البحرية الإريترية قد اعتقلت 3 مواطنين بريطانيين بعد قيام القوات البحرية الإريترية بقطر قاربهم إلى البر الإريتري في عام 2011. وقالت بريطانيا حينها أن البحارة كانوا في المياه الدولية، بينما تحفظت إريتريا على الرد على الاتهامات البريطانية. ولكن الأخبار المتداولة بين مسؤولين إريتريين أكدت بأن القوات البحرية الإريترية احتجزت البحارة ال3 في المياه الإقليمية لدولة إريتريا ووجهت لهم اتهامات بالتجسس. وأدى ذلك إلى نشوب أزمة دبلوماسية صامتة بين لندن وأسمرة انتهت بإفراج إريتريا عن البحارة دون محاكمة. وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوق خطابا إلى الشعب السوداني بمناسبة 3 من يونيو، الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة. وقال رئيس الوزراء إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة لتقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة فض الاعتصام لمحاكمة عادلة وعلنية من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان. وقطع رئيس الوزراء بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل هي قناديل من نور تضيء الطريق نحو العدالة والسلام الشامل ووضع أسس العدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة. كما تعهد رئيس الوزراء ببذل كل جهده من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية الغالية. وقال بهذا الخصوص أن ما أتعهد به أمامكم جميعا في محراب الوطن هو ما ظللت أعمل عليه من اللحظة الأولى لتقلدي منصب رئاسة مجلس الوزراء الانتقالي، أن أبذل كل جهدي من أجل إيقاف نزيف الدماء السودانية، مضيفا أن الدم السوداني لهو أغلى وأجل من أي ثمن نبذله من أجل صونه وحفظه وصيانته. وأكد أن الحكومة الانتقالية لن تسمح أبدا بتكرار هذه الجرائم مرة أخرى من أجل بناء دولة سيادة حكم القانون.
وكانت ميليشيات مسلحة قد اقتحمت مقر الاعتصام أمام القيادة العامة في فجر 3 من يونيو من العام الماضي، حيث أطلقت النار على المعتصمين مما أدى إلى قتل المئات وجرح العشرات، وتم استخراج جثث لبعض القتلى الذين تم ربطهم بالحجارة ورميهم في النيل. شهدت العاصمة الفرنسية مظاهرة شارك فيها 20,000 وتخللتها أعمال عنف في حي سان دوني الباريسي، وجاءت المظاهرة على خلفية المطالبة بالعدالة للشاب الفرنسي من أصول أفريقية آداما تراوري، والذي لقى مصيره عام 2016 بعد وقت قصير من اعتقاله في إحدى ضواحي باريس. وقالت الأسرة حينها بأن رجال الشرطة تعمدوا قتله. وتقول السلطات الفرنسية بدورها بأن التحقيقات في مقتله لا زالت جارية بعد 4 سنوات من الحادث. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بيث ندياي بأن المظاهرات التي خرجت مساء الثلاثاء غير مصرح بها بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد، ودعت المتظاهرين إلى التهدئة، ورفضت مقارنة الوضع في فرنسا بالولايات المتحدة الأمريكية. وسجل الإعلام الفرنسي عدة حالات قام فيها رجال الشرطة بإساءة التعامل مع مواطنين من أصول أفريقية. كانت مستمعي ومستمعات الأفاضل تلكم النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. صحيفة حريات التركية تؤكد احتجاز 3 بحارة أتراك في إريتريا. رئيس وزراء السودان يتعهد بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة العامة إلى المحاكمة. مظاهرات في فرنسا للمطالبة بالعدالة لشاب أفريقي قتلته الشرطة الفرنسية. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعات الأفاضل إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير من إرينا الدولية. سادتي وسيداتي، نلتقيكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نكرس فيه كل اهتماماتنا ونسلط الضوء على ما يجري لأهلنا في إقليم جنوب البحر الأحمر، دنكاليا وكل المناطق لأهلنا الطيبين من ساكنهم في تلك المنطقة. وطبعا كما تعلمون سادتي أن المنطقة تعيش نذر مجاعة محققة، يعني كل المؤشرات تدل على أن الناس هناك يواجهون ظروفا، يعني نسأل الله أن يزيل هذه الغمة. الظروف السياسية والظروف الاقتصادية وجائحة كورونا الآن مضروب عليهم حصار من قبل النظام الحاكم في أسمرة المجموعة، وبالتالي اهتماما بالمسألة وتسليطا الضوء عليها نلتقي بالزميل الأستاذ الصحفي شفا العفري المقيم بالسويد، وهو على اتصال مباشر بما يجري في المنطقة. أستاذنا العزيز شفا العفري، مرحب بك في إذاعة إرينا الدولية. أهلا وسهلا بك أستاذ الكبير الصحفي الكبير أستاذ أحمد الشريف. جزاك الله خير، والكبير الله طبعا أشكرك. أطلعنا ماذا يجري في المنطقة مع الأسف الشديد الزميل شفا. شكرا أستاذي على إطاحتك لي فرصة اللقاء مع إذاعتكم وصاحبكم العريق إذاعة أرينا. حقيقة ما يجري في إريتريا بشكل عام وما يجري في دانكاليا بشكل خاص هو أمر مؤسف. مع النظام يفرض حظرا قبل انتشار جائحة الكورونا، وما زال يفرض حظرا أكثر خنقا هذه المرة، مما أدى إلى تفاقم الوضع وانتشار المجاعة إلى درجة بعض في سكان إريتريا في مناطق دانكاليا يتعرضون للجوع، وقد ربما يتفاقم الجوع وانتشار انعدام الأمن الغذائي إلى حالات وفيات. فهذا هو الوضع في إريتريا. لذلك نحن ارتأينا أن نسلط الضوء على حوجة أهلنا في جميع أنحاء إريتريا
وفي دنكاليا خصوصا لأنها وصلتنا أنباء محزنة من مناطق معينة في دنكاليا، الجنوب والوسط والشمال. جميل. طبعا هذا النظام المتعمد أو السياسة المتعمدة من قبل نظام أسمرة معروف، يعني لم تبدأ اليوم كما أشرت، يعني من بدايات التحرير كانت التهميش والقصد موجود في من قبل النظام لكل البلاد وتحديدا برضو في المنطقة هناك. متابعتكم قد رجعنا للتاريخ، مثلا الانتهاكات التي حصلت للإنسان هناك، انتهاكات سياسية اقتصادية اجتماعية، كيف ممكن تشرحها زميلنا شفا العفري؟ أستاذي القدير، يعني كما قلت من البداية أن النظام هذه المرة هو وجد حجة عالمية وهي مرض تفشي جائحة الكورونا، ولكن سياسة النظام هو فرض الخناق والحظر على شعوب المنطقة بالأساس، ليس فقط يعني دنكاليا، شعوب إريتريا بالكامل، لأنه إخواننا الآخرين ليسوا بمنأى من ديكتاتورية هذا النظام، ولكن غالبيتهم يعيشون في المدن الكبيرة ذات الاهتمام الأكبر من النظام، وأجهزة النظام تتعمد حصار الشعوب هنا وتعمل على تعميم الإقامة الجبرية على المواطنين تحت حجة إجراء وقائي للحد من انتشار إصابة بمرض أو بوباء الكورونا هذه المرة دون تقديم أي تدابير لتنفيذ ذلك القرار، مما أدى إلى نفاذ المخزون. كما تعلم أنه هذه المنطقة بحكم بعدها من المركز وبحكم طبيعتها الجغرافية والتضاريس إن منطقة صحراوية، لا يمكن حتى يعني إذا الواحد مثلا أراد أن يستزرع ويستصلح الأراضي للزراعة لا يمكن، لأنه عدم وجود المياه الجوفية وعدم وجود المياه الجارية. فكل ما كنا نعتمد عليه يعتمد عليه سكان المنطقة هو الرعي وصيد السمك، بما أن النظام حرم السكان من صيد السمك وإرسال الراعي للبيع أو مثلا الغنم للبيع في المناطق أو في دول المجاورة مثل إثيوبيا واليمن بصفة عامة، فأدى إلى تفاقم الوضع وتفشي المجاعة، يعني جائحة المجاعة في المنطقة، ويتعمد النظام هذه الإجراءات لتفريغ المنطقة من أهلها وإحلال مواطنين موالين له بدلهم، وهذه سياسة ليست وليدة اليوم، وهذه سياسة جاء بها النظام وكانت من أجنداته من يوم ولادته حتى الآن. جميل. ومعلوم أنه ظلم النظام هو طال كل المجموعات الإثنية والقوميات واللغات، لم يترك أحد، ولكن ربما يعني نحن الآن نتحدث عن منطقة معينة. حبيبنا العزيز، لازلتم سادتي مع إذاعة إيرنا الدولية، والمتحدث إليكم هو الزميل شفا العفري من السويد حول الأزمة والجائحة والوباء والجائحة بتاعت المجاعة الموجودة في إقليم جنوب البحر الأحمر، دنكاليا وضواحيها. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. الغريب أستاذ شفا إنه النظام كان بيقول إنه قضى على الفيروس وتحت السيطرة وكل شيء، يعني وما فيش، كل الناس شوف اللي كانوا أصيبوا وتحت السيطرة. ألا يعتبر ذلك تناقض مع تحت حجة مزاعم حصر الكورونا يفرض حصار، الناس لا قادرة تمشي على البحر ولا قادرة تطلع على البر، تناقض في سياسة النظام؟ تناقض كبير جدا، تناقض كبير، وهذا ما يدعو حقيقة للتساؤل. نحن نتساءل حقيقة لماذا، يعني حتى الحجة الذي بالإمكان استعمالها فقد نصفها النظام بنفسه، عندما أولا في بداية إعلان الحظر كان
في الفاتح يعني بداية إبريل، وكانت آخر عدوى في 19 من إبريل، آخر عدوى يعني. وأعلنوا في 10 مايو خلو إريتريا من المرض بالكامل. مع ذلك يتعرض الآن يعني أكثر من 20 يوم وما زال الحظر، يعني فرض الحد، تم تمديد فترة الحظر إلى أجل غير مسمى في بداية إبريل، تقريبا 20 إبريل كانت. لا ندري ما السبب وما هي الحجة التي يملكها الآن لتضييق الخناق على الشعب. والغريبة كمان كذلك يعني ناس يتعرضوا لمجاعة والبحر قدامهم، والبحر يتم تأجيره لقوات أجنبية بملايين الدولارات، والناس قدامهم البحر وهم مجاعة يعني وبر يعني. نعم تفضل. حقيقة نحن يعني البعض ربما يعتقد أنه مجرد يعني تسليط أو زوبعة إعلامية، ولكن هذه ليست زوبعة إعلامية، ونحن لسنا منضمين لأي محور من محاور الصراع في المنطقة، يعني سواء كانت الإمارات أو سواء كانت قطر ولا غيرها من محاور، ولكن نحن لا نخلق وضعا، إنما نتحدث عن وضع موجود في المنطقة، أنه يعني وصل الوضع إلى كارثة. المجاعة كما ترون الآن، نحن كل الإريتريين وكل من يملكون الإنسانية انضم لهذه الحملة التي تتحدث عن هذه الجائحة. من أين؟ سكان الساحل الذين يعيشون على البحر لا يمكن أن يتأثروا بالمجاعة بهذه السهولة. والتساؤل الذي يأتي، لماذا نحن يعني ليس فقط بس الرحل، حتى الصيادون أو الناس الذين يعيشون على شاطئ الغربي من البحر الأحمر يتعرضون للمجاعة. لماذا؟ وهذه أنه دولة الإمارات العربية المتحدة حتى وإن كانت ربما لا تتعمد إثارة هذه المشاكل في البلد، لكن هي بصورة أو بأخرى هي جزء من المشاكل الموجودة في البلد، جزء من هذه المجاعة التي يتعرض لها الشعب، لأنه استعمرت مناطق واسعة جدا من عصب، فكانت تستخدم أولا لاستصلاح الأراضي واستخراج الملح، وهذه كان جزء من ثروة أصحاب المنطقة. ومناطق أخرى كانت تستعمل للصيد، أو مواني كانت تستعمل أيضا لصيادي السمك، تم إغلاقها، وحتى تهجير بعض المدن أو القرى من المناطق التي تتمركز عليها القواعد أو التي تستخدمها. جريمة بكل ما تعني الجريمة بكامل أركانها، تمارس على الإنسان الإريتري تحديدا في تلك المناطق كما تمارس على بقية المناطق. أستاذنا شفا، يعني الناس عندما يجوعون عادة يذهبون إلى البحر يعني، وعادة في التاريخ آل البحر والمناطق الموجودة لا يصابون بالمجاعة، لأنه البحر خيراته كثيرة. نعم. طيب سيد شفا، أنا دايرك تصحح لنا المعلومة، وإذا كان الصح تقوم تشرحها لنا. في فترة من الفترات يعني كانت حكومة النظام في أسمرة يعني أمرت السكان المناطق في مناطق جنوب البحر الأحمر بالذات فيما يتعلق بالصيد وما إلى ذلك، لابد أن يأخذوا الأذونات من القوات المرابطة الإماراتية تحديدا. هذه معلومة كانت يعني نشرت في الوسائط الإعلامية كثير. والآن هناك من يقول أنه عندما حاولت القوات تقديم ما يمكن تقديمه من المساعدات، هم شايفين الناس جعانين وتعبانين، فقامت السلطات منعتهم أنه يقدموا هذه المعونات الغذائية والأشياء الاستهلاكية اليومية. فتناقض يعني، تعطيهم صلاحيات بالتهجير وعدم الصيد، وفي نفس الوقت لما يكونوا محتاجين تمنع المساعدات إليهم. هل ما معلومتك عن هذه المسائل التناقضات الموجودة؟ هذا حقيقة المعلومة الأخيرة، وأنه الإمارات قامت بجلب بعض المعونات واقترحت إعطائها لأصحاب المنطقة، هذا ما أشار إليه
بيان منظمة عفر البحر الأحمر. وهذه المنظمة تأتي بأخبار موثوقة في الغالب، فهم أشاروا إلى هذا. ومن خلال تتبعنا لسياسة النظام فإنه لا يقبل بمثل هذه المعلومات، وهذا شيء لا يمكن تكذيبه. أما أن ما يمكن أن تأتي يعني يأخذ الإذن أو التصاريح من القوات الإماراتية، فهذا لا أملك معلومة، ولكنني لا أستطيع أن أنفي هذا. هل تستبعد ذلك؟ هل تستبعده؟ نعم. لا أستبعد، ولكنني لا أملك معلومة موثوقة منها. شكرا جزيلا، نحن كنا دايرين أن تتضح لنا. طيب أستاذ شفا العفري، نحن نسعد بلقائك معنا، وأمامنا دقائق لنكمل هذه المقابلة، وربما نعود إليك مرة أخرى. سيد، الآن هل هناك أي معلومات عن وفيات جراء المجاعة لديكم حسب المتابعة اللي عندكم لها؟ حقيقة أنا سمعت اليوم، لأن أمس كنت مشغول جدا. ربما أنت عارف إنه كان عندنا حملة التضامن، كنت مشغول جدا لأنه كنت أدير هذه الحملة بهذا. ولكن قبلها بيوم أول أمس أنا سمعت معلومة إنه أحد اتصل على أحد الإخوة إنه قال صارت في وفيات في منطقة قريبة من مصوع. يعني وصلت الأحوال إلى انتشار في وفيات. فحتى الآن لم يتسنى لي التأكد، ولكني زي ما قلت من الأول لا أستبعد. لأن لماذا؟ لأن الوضع أولا من يعرف طبيعة الشعب العفري يتعفف أيما تعفف من أن يسأل. لأنه حتى لو أعلم أن جاري يعني عنده شيء، يعني من الفضائح الكبيرة أني أمشي وأسأل أو أقول أني ما عندي شيء أكله. يعني فضائح كبيرة، ربما يفضل أن يموت في بيته من أن يعرف من بجواره كيف ما يعانيه من الجوع والمعاناة. فأنا لا أستبعد حقيقة، لهذا السبب لا أستبعد أنه في وفيات، لأنه قالوا أنه وجدوا شخص متوفى في بيته يطلع ويعتقد أنه مات من الجوع. طيب زميل شفا العفري، برأيك قد لا تكون البيانات كافية والتنديد والإشهار في المراصد الإعلامية للفت أنظار الرأي العام، لكن ما هي الوسائل العملية فيما يمكن عمله وما يمكن تقديمه من خلال الحشد الشعبي؟ يعني الناس الموجودين في الخارج، الموجودين في الداخل، شنو الحاجات اللي ممكن يعملوها عشان ما ينقذوا روح يعني؟ جميل. فالخطوة الأساسية الآن يعني هو البيانات، حتى وإن كان مكتوبة بحبر، إنما تنفع يعني بيانات لجهات معتبرة، مثلا منظمة حقوق الإنسان والأحزاب. ما أكثرها في ساحاتنا أحزاب، كل حزب إذا كتب بيان وأرسل لجهات معينة. فهذه الأشياء بالحقيقة تنفع، حتى الندوات وكذا. ليش؟ كتب، ربما أذكر أنا منظمة حقوق الإنسان التي ذكرتها، هي ذكرت يعني كتبت بيانا حول الوضع من المنطقة، منظمة حقوق عفر البحر الأحمر، بيانا تفصيليا ذكر فيه يعني بالتفصيل ما يحصل، وثقته بالتاريخ والمعلومات. فهذه مثل هذه البيانات تعتبر ثروة. ثم ثانية كما يعني أصدر مؤتمر الوطني العفري التي أصدر بيان لا أذكر التاريخ حقيقة، ولكن يوم 29 هم أصدروا مثل هذه. نعتقد أن نتمنى أن المنظمات الإريترية أيضا تقوم بكتابة بياناتها بعدة لغات، اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة التيغرينية، وإيصالها إلى المنظمات، لأنه ما نسعى إليها الآن هو الضغط على النظام هذا، لأن النظام على عكس ما كان عليه سابقا من تعييره للإمبريالية وتعييره للغرب، بدأ يتجه إلى الغرب ويخرج نفسه على أساس أنه حامل الغرب. وربما لمتابعتكم خطابه الأخير
بمناسبة الاستقلال، رأيتم أنه كان يوصي الغرب وينتقد طريقته في التعامل مع الصين اقتصاديا وكذا. نعم. فهذه المغازلة للغرب تدعو على أنه يريد أن يعود إلى حظيرة الغرب، وهذا قد ربما تحرجه هذه النشاطات الإعلامية والبيانات السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وهذا مهم جدا. ثم أيضا مسألة جمع الفلوس، المبالغ لهؤلاء والبحث عن طريقة لإيصالهم هي أيضا ضرورة ملحة. نعم. طبعا نحن نهيب ونشيد بكل المبادرات الفردية والجماعية التي يشهدها العالم تحديدا، يعني والهاشتاجات الموجودة على دنكالة تستغيث. هذه مسائل مهمة، ولكن برضو الجانب العملي والوصول إلى المتأثرين والمتضررين هي مسألة في غاية الأهمية. الزميل شفا العفري، أنا سعدت بلقائك، ونحن يعني نشعر بجزء من مسؤولياتنا أنه نسلط الأضواء على ما يعانيه الناس، سواء كان في جنوب البحر الأحمر، شمال البحر الأحمر، وكل إريتريا التي تمثل سجن كبير للمواطن الإريتري. في آخر كلمة نتيح لك المجال في دقيقة أستاذنا شفا، مع الشكر الجزيل. أولا أشكر جميع من ساهم في هذه الحملة، وكل من قام وأسمع صوته للعالم. فإلى درجة أنه في حملة خلال 4 أو 6 ساعات وصلت إلى أكبر قنوات الشرق الأوسط، وربما من أكبر قنوات العالم، وهي الجزيرة. نعم. هذا شيء نحن نفتخر به. مع ذلك هذه لم يكن لنا فيه حول ولا قوة، إنما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فربنا كان في عوننا وبجانبنا، لأننا كنا في نصرة المظلومين. فأهيب بالجميع وأشكركم أولا قناة أو إذاعة أرينا على تسليطكم الضوء، وأهيب بالجميع أن لا يتوقفوا حتى يستسلم النظام ويفك الحصار عن أهلنا في إريتريا بالكامل، ويساعد أخواننا في دنكاليا. شكرا جزيلا الزميل العزيز الأستاذ شفا العفري، حديثك لإذاعة إرينا الدولية من باريس، من مقر إقامتك أنت الآن في السويد. ونتمنى أن تنزاح هذه الغمة وينعم الشعب بالأمن والسلام والرفاه والتنمية. كنت معكم سيداتي سادتي محدثكم أحمد شريف في حلقة من برنامج متابعات، مع تحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون في إرينا الدولية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرينا. على المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. صحيفة حريات التركية تؤكد احتجاز 3 بحارة أتراك في إريتريا. أشارت صحيفة حريات التركية واسعة الانتشار بأن إريتريا تحتجز 3 بحارة أتراك. وقالت الصحيفة في خبر لها بأن البحارة ال3 والذين لم تحدد هوياتهم أو طبيعة عملهم غادروا المياه الإقليمية لجيبوتي متجهين نحو الشمال في طريق عودتهم إلى بلادهم بعد جولة بحرية حول العالم في ظروف جوية سيئة. وأن الصحيفة حصلت على معلومات من أسر البحارة بأنهم محتجزين في جزيرة دهلك بعد صعود مسلحين إريتريين إلى متن قاربهم واقتياده إلى البر الإريتري، وذلك بعد اتصال هذه الأسر بهؤلاء البحارة المفقودين منذ ما يزيد عن 5 أسابيع. رئيس وزراء السودان يتعهد بتقديم مرتكبي مجزرة القيادة العامة إلى المحاكمة. وجه رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوق خطابا إلى الشعب السوداني بمناسبة 3 يونيو الذكرى الأولى لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة. وقال السيد حمدوق إننا في انتظار اكتمال أعمال لجنة التحقيق المستقلة لتقديم كل من يثبت توجيه الاتهام ضده بالمشاركة في مجزرة الاعتصام لمحاكمات عادلة وعلنية من أجل إيقاف هذا النزيف وضمان تحقيق العدالة في معناها الشامل وصناعة السلام الاجتماعي المستدام في السودان.
مظاهرات في فرنسا للمطالبة بالعدالة لشاب أفريقي قتلته الشرطة الفرنسية. شهدت العاصمة الفرنسية مظاهرة شارك فيها 20,000 وتخللتها أعمال عنف في حي سان دوني، وجاءت المظاهرة على خلفية المطالبة بالعدالة للشاب الفرنسي من أصول أفريقية آداما تراوري، والذي لقى مسراه عام 2016 بعد وقت قصير من اعتقاله في إحدى ضواحي باريس. وقالت الأسرة حينها بأن رجال الشرطة تعمدوا قتله، وتقول السلطات الفرنسية من جانبها بأن التحقيقات في مقتله لا زالت جارية بعد 4 سنوات من الحادث. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بهذا الخبر من باريس مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أكون قد قدمت لكم موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم تحياتي زميلي أحمد شريف ومحدثكم فتح عثمان وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة في باريس، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.